بسم الله الرحمن الرحيم. معانا لفه من الرقاق بالشكل ده. انا طبعا فكيتها ولازم بلفها كده في قماشه او فوطه او حاجه تكون نظيفه عشان ما تنشفش مننا بالشكل ده. ومعايا طبق من الكنافه اهو. انا طبعا الطبق ده هحمرها على النار بالشكل ده. انا طبعا نعمتها جدا زي انتم ما شايفين. وبجيب من السكر انا ضفت كوبايه، كوبايه تانية اهي، بضيف من نص كوبايه عشان هعمل كميه جلاش كبيره بالشكل ده. ومعايا كوبايه من الميه، كوبايتين ونص من السكر، واضيف لهم كوبايه ونص من الميه. معلقه من العسل، عسل النحل، لازم تضيفي معلقه من العسل عشان تثبت القوام يبقى ثابت كويس جدا. وبكده حمرت الكنافه بالشكل ده. ومعايا طبق من جوز الهند بالشكل ده. معايا معلقتين من القرفه، طلع طعم جميل جدا، توديها في مكان تاني خالص. كل المكونات دي كويس مع بعض كده. هوزع كل المكونات مع بعض كويس. ومعايا السيرب اللي انا عملته طبعا عشان تبقى متماسكه مع بعض كويس، تبقى مسكره برضو. لازم اشربها من السيرب اللي انا عاملاه لسه. وبرضو بوزعها على كل الكنافه بالشكل ده. من ورق الجلاش بالشكل ده لازم ادهنه سمن كويس عشان يعمل طبقات برضو بالشكل ده. ومع طبقه تانية برضو اهي، هجيب عليها بالشكل ده بعد ما دهنت الطبقه الاولانيه سمن بالشكل ده اهي. اسويها كويس جدا. وبرضو بدهن كده من السمن. وطبعا الكنافه اللي انا حمرتها بالشكل ده. طريقه سهله جدا. وبقول كده كده اهي. وطبعا بعمل واحده تانية اهي معاكم بالشكل ده. وبدها برضو دهن من السمن بالشكل ده. والكنافه لازم تكون ايه جوه شويه علشان ما تقعش. وطبعا الورق الجلاش بيبقى رقيق، لازم تعملي طبقتين فوق بعض عشان ما تتقطعش منك. كل رق ورق تدهني سمن عشان تبقى مورقه معاكي اهي. وكده انا عملت الكميه دي، هكمل باقي الكميه وارجع لكم تاني. كده خلاص خلصت لفه القلاش بالشكل كده زي ما انتم شايفين كده. ببدا بقى برشه السمن برضه عليه، ولازم طبعا بكتر سمن شويه عشان تديله وش تحمير كده وتبقى مقرمشه معانا كويس بالشكل ده. لازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن عشان لو قطعتها بعد ما بطلعها من الفرن بتتهري متطلعش مستويه خالص، فلازم اقطعها الاول بالشكل ده. لو عايزين التقطيعه تكون صغيره عن كده عادي بتقطعها صغيره شويه عن كده. وكده صينيه الجلاش بعد ما طلعتها من الفرن وبكده جاهزه.
والسيرب كمان جاهز بالشكل ده. طبعا الجلاش لازم يكون سخن والسيرب بيكون بارد، حاجه من الاتنين، لا اما السيرب يكون سخن الشربات يكون سخن والجلاش يكون بارد، حاجه من الاتنين عشان ما يتعجنش منك كده اهو بالشكل ده. لازم كله يشرب من الشربات كده بالشكل ده. وكده شكل الجلاش بعد ما زيناه بالشربات بالشكل ده. بسم الله تبارك الله، شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين، ما فيهوش اي غلطه خالص. وبكده طبق الجلاش بقى جاهز معانا بالشكل ده كده. بسم الله تبارك الله، طعم جميل جدا. وبكده نهايه الفيديو معانا. اذا عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.